في هذا الفيديو غادي نديروا واحد المقارنه سريعه ما بين الجزائري رياض محرز والمغربي اشرف حكيمي. بالنسبه للجزائري رياض محرز فاز بكاس افريقيا مره واحده سنه 2019 والدوري الانجليزي 5 المرات، اللقب الاول مع نادي ليستر سيتي وباقي الالقاب مع كبير انجلترا مانشستر سيتي، وتوج كذلك معاه بالعديد من الالقاب ان كاس الاتحاد الانجليزي مره واحده، وكاس الدرع الخيريه 2 المرات، وكاس الرابطه الانجليزيه 3 المرات. وفي سنه 2015 فاز بالكره الذهبيه الجزائرية وكان أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز في نفس العام، ومن بعد خدا أفضل لاعب إفريقي وأفضل شخصية رياضية في إنجلترا في 2016، وكان في تشكيلة العام اللي تنضمها الاتحاد الإفريقي عام 2016 و2018. أما بالنسبة للدوري المغربي أشرف حكيمي حقق عدة ألقاب في المسيرة الكروية ديالو، واللي هي كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الإسباني وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، وهذا الشيء كامل في سنة 2017 مع نادي ريال مدريد. ومن بعدها غادي يمشي اعاره لنادي بروسيا دورتموند واللي غادي يحقق معاهم كاس السوبر الالماني سنه 2019، ومن بعد غادي ينتقل لنادي انتر ميلان اللي غادي يحقق معاهم لقب الدوري الايطالي سنه 2022، وغيتمكن نادي باريس سان جيرمان من التعاقد مع اللاعب اللي من بعد غيدي معاهم الدوري الفرنسي 5 المرات والعديد من الكؤوس المحليه. اما من ناحيه الالقاب الفرديه فاشرف حكيمي غادي يتوج كافضل لاعب افريقي في سنه 2018، ومن بعد غيحصد اللاعب جائزه جلوب سكور كافضل لاعب عربي شاب في العالم سنة 2019، وفي نفس العام غياخد جائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الألماني وكان في تشكيلة الموسم، وتحصل على جائزة الأسد الذهبي لأفضل لاعب إفريقي في سنة 2019 وجائزة أفضل لاعب مغربي في الخارج. في نظركم نتوما شكون هو أفضل لاعب ما بين هاد الجوج؟